السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعملي ايه لو عندك حصه والمشرفه بتاعتك هتحضر لك الحصه دي وكمان هتقيمك، ولاحظتي ان الولاد نايمين جدا حاسين بالملل في الحصه ومش بيتجاوبوا معاكي، او لو كان عندك الحصه الاخيره في الجدول الدراسي بتاعك بس الولاد طبعا بعد يوم دراسي طويل جايين تعبانين وما عندهمش اي استعداد يستقبلوا او يسمعوا اي معلومه جديده، تتصرفي هنا ازاي وازاي تقدري تستعيدي نشاطهم ويتجاوبوا معاكي وتعملي حصه مميزه جدا جدا تعجب الولاد وتعجب المشرفه من خلال مجموعه افكار لانشطه ممتعه جدا جدا وغير مكلفه خالص، تعمل الحصه جو وتعمل الحصه تفاعل، بحيث ان الحصه انت نفسك تبقى خارجه منها مبسوطه والولاد كمان مبسوطين. فاهلا بكم قناه مس اروى، ويلا نبدا مع بعض الفيديو بتاعنا. بس في البداية أقولك أو أركز على نقطتين مهمين لازم تعرفيهم. أول نقطة عندنا إن الأنشطة دي تقدري تعمليها في أي وقت من الحصة، ممكن بداية الحصة، نهاية الحصة، أو حتى بعد فقرات أو بعد أجزاء من الحصة، بعد مثلا ما تشرحي الحرف وخلاص هتكتبوه نبدأ إن إحنا نعمل الأنشطة دي بترجع لك انت حسب تقديرك للموقف وحسب مستوى الطلاب اللي معاكي. النقطة التانية وهي مهمة جدا ايه هي أنشطة ملهاش علاقة بالمنهج وبالتالي بتكسر الروتين او الملل اللي الطلاب او الاطفال بيكونوا فيه، ان هم طول اليوم عمالين ياخدوا حصص مفيش فواصل ما بينهم تخليهم يتنشطوا او تخليهم يتبسطوا بالحصة او يحسوها ان هي حصة مميزة. كمان الأنشطة دي ميزتها إن هي أنشطة جماعية مع كل الطلاب وبالتالي مش هتضيع وقتك، بتاخد 5 دقايق أو 3 دقايق بالكتير وبتنشط الفصل كله وبيدي حماس للحصة وجاذبية. فتعالوا نبدأ مع بعض ونقول أول نشاط معانا. النشاط الجديد أو النشاط اللي احنا هنستخدمه مع الولاد هو نشاط اسمه تقليد العروسة. في النشاط ده هنحتاج أي عروسة عندك زي دي مثلا أو زي دي، خلاص أي حاجة عندك، وهنطلب من الطلاب في الفصل او الاطفال في الفصل ان هم كلهم يقفوا قدام الكرسي بتاعهم، وهنقول لهم زي العروسه ده الحركه اللي بتعملها العروسه دي هنعمل زيها بالظبط. فممكن نقول لهم مثلا انه نجيب العروسه كده ونخليها مثلا تسقف، بنخلي الولاد يقلدوها ويسقفوا زيها، خلاص. او مثلا ننط في مكاننا، او مثلا ان العروسه دي تقعد فيقعدوا وبعد كده نوقفها قيام جلوس قيام جلوس قيام جلوس قيام. الاولاد بيحبوها جدا وبيبسطوا بيها جدا. او مثلا العروسه دي مثلا نخليها رفع ايديها لفوق وتنزل ايديها لتحت، تمام، ترفع ايديها لفوق، نرفع ايدينا لفوق وننزل ايدينا لتحت، او تنط العروسه معاهم وننط معاها يا اولاد. النشاط ده بيعجبهم جدا جدا لانهم بيعملوا زي العروسه بالظبط بالشكل ده، ان هم بيقلدوا وبيحبوا الالعاب دي وبيستمتعوا بيها جدا. النشاط التاني اللي احنا نقدر نستخدمه هو نشاط اسمه تعليم الاتجاهات. اقدر في النشاط ده ان انا اقف مثلا في اي مكان في الفصل، في اخر الفصل او في جنب الفصل، غيري مكانك عشان الولاد يحسوا بالفرق. فاقدر ان انا استخدم الاسهم، خلاص، ممكن تعمليها بالالوان او تستخدمي سهم واحد فقط او ترسميه على ورقه مفيش مشكله وتلونيه. فهنطلب من الاطفال برضو ان هم يقفوا كلهم واقفين برضو في نفس اماكنهم، ونقول لهم في نفس الاتجاه بتاع السهم اللي هشاور انتوا تتحركوا، يعني هنعمل اتجاه للامام فيتحركوا خطوه للامام، طيب للخلف خطوه للخلف، طب اليمين خطوه لليمين واليسار تبقى خطوه لليسار. وتبقى طبعا لازم تبقى واقفه في اتجاه الاولاد عشان لو هيبقى في اليسار تبقى في جهه اليسار بتاعتهم. احنا ممكن نقول لهم احنا بقى هنلخبطكم، يلا نلخبطكم، فاعمل نفسي هخليها اتجاه اليسار واقوم مخليها لليمين، او مثلا نطلع خطوه للامام نخليها للخلف بسرعه. ايه رايكم نعملها بسرعه؟ يلا نعملها بسرعه. يمين يسار امام خلف. بتعجبهم جدا وبتعلمهم الاتجاهات، زائد ان هم بتعلمهم التركيز والانتباه وبيبقوا مبسوطين بيها جدا. عندنا بقى النشاط الثالث وهو من امتع الانشطه والاطفال فعلا بيحبوها جدا، وهو نشاط تقليد اصوات الحيوانات وحركتها. هنجيب في النشاط ده هنحتاج مجموعه بطاقات، خلاص،
عليها صور او اشكال الحيوانات. لو ما عندكيش البطاقات تقدري تستخدميها لو على موبايلك او على اللابتوب، وحتى لو عندك لعب لاشكال الحيوانات تقدري تستخدميها. وهنطلب من الاطفال كلهم ان احنا الصوره اللي هنعرضها نعمل الصوت بتاعتها او الحركه بتاعتها. فاحنا معانا مثلا صوره ايه؟ قطه. ممتاز. القطه بتعمل ازاي يا ولاد؟ ها؟ مياو مياو. شطار. طيب عندنا ده ايه؟ خروف. شطار. طب الخروف بيعمل ازاي؟ صوته عامل ازاي؟ ما شطار. طيب ايه ده؟ بطة. شطار. طب البطة بتعمل ازاي؟ صوتها عامل ازاي؟ كا 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 كا. طب الحركة بتاعتها كا 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 كا. ممتازين. طيب يا ولاد عندنا ده ايه؟ حصان. طب الحصان بيجري ازاي؟ عارفين بيجري ازاي؟ درجن 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 درجن. شطار. هتلاقيهم بيضحكوا معاكي ومبسوطين جدا جدا. ها عندنا ايه؟ ثعبان. صوته عامل ازاي؟ الحركة بتاعته ثعبان. يا نهار ابيض. فيل. حجمه ايه يا ولاد؟ كبير. شطار. كبير خالص. ممتازين. طب عندنا ايه ده؟ ده ايه؟ اسد. شطار. طب الاسد بيعمل ازاي؟ بيعمل ازاي؟ ممتاز. عندنا ايه كمان؟ ها ده ايه؟ كلب. شطار. طب الكلب بيعمل ازاي؟ ها صوته عامل ازاي؟ هو 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 هو. ممتازين. طيب ده ايه يا ولاد؟ ها ارنب. شطار. الارنب بياكل الجزر ازاي يا ولاد؟ او بياكل ايه الاول؟ الجزر. شطار. طب الجزر لونه ايه؟ برتقالي. ممتاز. طب بياكل الجزر ازاي؟ وهكذا مع باقي الاشكال وكده، وبيبقوا مبسوطين جدا جدا بيها. بجد من امتع الفقرات لما بعملها مع الولاد، بيحسوا ان هم فرحانين قوي وبتنشطهم جدا. حتى اللي نايم بيفوق ويعمل زيهم وبيبقى فعلا فرحان بالحصه جدا. عندنا بقى النشاط الرابع، ان احنا نقدر نعمل نشاط بسيط جدا في الفصل اسمه نشاط القطار. انتي كمعلمه بتبقى انتي قائد القطار، وبنوقف الولاد وراكي خلاص، بيبقوا صف كده، تبتدي ان انتي تلفي في الفصل وتقولوا ايه؟ يلا نقول نشيد القطار. ها القطار بيعمل ازاي؟ توت 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 توت، وتلفي في الفصل وتقولوا مع بعض توت 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 توت. ممتاز. وتلفوا كمان مره. دي ما بتاخدش دقيقتين بالكتير في الفصل، وبتحاولي انتي تنظميها بحيث ان الاولاد ما يقعوش وانتي بتلفي. الكراسي كلها هتبقى في مكان واحد او جنب الترابيزات عشان ما يبقاش في اي معوقات في الطريق وانتوا بتلفوا في الفصل. النشاط الاخير وهو النشاط رقم 5، احنا نقدر نستخدم الاناشيد ونعمل الحركات بتاعتها. عندنا اناشيد كتيره جدا تقدر تستخدموها. الاناشيد دي الاطفال لما بيتعودوا عليها من نفسهم بيجوا يقولوا لك يا ميس عايزين نقول نشيد كذا او نعمل الحركات بتاعت نشيد كذا. نشيد مثلا مشهور اسمه انا عصفوره، فالاغنيه بتاعته بتقول ايه؟ انا عصفوره لا لا لا، اسمي نوره لا لا لا، ارسم دايما احلى صوره، لا ريشي اصفر لا لا لا، احمر اخضر لا لا لا، منقاري حلو اصفر، انا عصفوره. النشيد ده اصلا ما كانش ليه حركات، يعني انا اللي جبت الحركات بتاعته وبقيت اقولها مع الولاد، وبرده بيحبوها جدا، خصوصا البنات. لو معاكي فصل بنات هيتبسطوا بيها جدا وهيقعدوا يكرروها ويعملوها كل شويه ويمشوا في الفصل يقول لك انا عصفوره اسمي نوره على طول، فتعجبهم جدا. ممكن كمان نستخدم الاناشيد اللي كنا بنقولها زمان احنا صغيرين، مثلا انا ابريق الشاي، ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده، برضو من الحاجات اللي بتعجبهم جدا. فعندك اناشيد كتيره جدا لو ما لهاش حتى حركات، اقعدي بقى انت تعملي يعني الحركات بتاعتها بحيث ان انت تعمليها مع الولاد وبيتبسطوا بيها قوي قوي جدا، وفعلا فعلا بتنشطهم وما بتاخدش اكتر من دقيقتين في الفصل. دي كانت معظم الانشطه اللي حبيت ان اجيبها. في الصراحه انشطه كتيره جدا بنستخدمها لكن هي اكثر تكلفه. انا حبيت في الانشطه دي ان هي تكون يعني تعتبر ما فيهاش تكلفه تذكر، تقدري ان انت تستخدميها مع الولاد وبتنشطهم وبيتجاوبوا معاكي، وبعد كده هتلاقيهم بيقولوا معاكي والحصه بتمشي وتبقى جميله جدا. لو عندكم اي سؤال او اي استفسار او لو محتاجين اي حاجه تفهموها اكتر اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.